بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف إن شاء الله هذه الدروس في العقيدة الأشعرية بعد انقطاع دام مدة نظرا أيام الامتحانات والتحضير للامتحانات والعطلة والمرض أيضا سلمكم الله. وكنا وقفنا عند قول الناظم رحمه الله الإمام اللقاني، وقفنا عند قوله: وفي فن النفس لدى النفخ اختلف واستظهار السبكي بقاها الذ عرف. بقاها الذ عرف. وفي فن النفس أي الروح، فناء ديالها، لدى النفخ يعني النفخة الأولى، وأما بعد الموت فلا خلاف أنها تبقى، لا كتبقى بعد الموت، لأن عذاب القبر هذا الشيء. لكن عند النفخة الأولى هل هي تفنى لقوله تعالى: كل من عليها فان، أم تبقى؟ اختلف العلماء في ذلك. والسبكي هذا تقي الدين السبكي كما سنرى إن شاء الله تعالى، إمام قاضي قضاة، استظهر يعني قال الظاهر أنها تبقى كما كانت من قبل، استصحاب، ما دام أنها بقيت بعد الموت فإنها تبقى بعد ذلك. هذا هو كلام. بقاها أي بقاءها، سهلت واحد الهاء هنا، بقاءها. الذي أي اللذ، هذه لغة في الذي، اللذ عرف، وهذه كلها سببها الوزن. يقول الشارح رحمه الله والإمام البيجوري يقول: قوله أي قول الناظم: وفي فن النفس لدى النفخ اختلف، أي وفي ذهاب صورة النفس التي هي الروح عند نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى اختلف العلماء في ذهابها، اختلف العلماء. فذهبت طائفة إلى الحكم بفنائها عند ذلك لظاهر قوله تعالى. علاش قالوا لظاهر قوله تعالى؟ لأن إذا كان النص ما يكونش فيه قال لظاهري، لأن العموم وعند الجمهور ودلالته ظاهرة، لظاهر قوله تعالى: كل من عليها فان. وذهبت طائفة أخرى إلى الحكم بعدم فنائها عند ذلك. وأما قبل نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فلا خلاف بين المسلمين في بقائها ولو بعد فناء الجسم، وتكون منعمة إن كانت من أهل الخير ومعذبة إن كانت من أهل الشر. وتسمى النفخة الأولى نفخة الفناء، ولا يبقى عندها حي إلا مات، إن لم يكن مات قبل ذلك، وإلا غشي عليه إن كان مات قبل ذلك، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا من شاء الله من الملائكة الأربعة الرؤساء والحور العين وموسى عليه الصلاة والسلام، لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم ثم يغشى عليهم بعد النفخة عند النفخة الأولى، إلا موسى لما حصل له في الدنيا. ثم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية وتسمى نفخة البعث، فيجمع الله الأرواح في الصور عند النفخة الثانية، وفيها تقب بعددها.
فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها فلا تخطئ روح جسدها، وبين النفختين 40 عاما على ما في بعض الطرق. وهذا الحديث في البخاري. هذا معنى قول الناظم: وفي فان النفس لدى النفخ اختلف. قوله استظهر السبكي، واستظهر السبكي بقاها الذي عرف، وتم أيضا السبكي هذيك بضم بتسكين الياء اللي وزن أيضا. واستظهر السبكي، خص يقول السبكي، ولكن واستظهر السبكي بقاها الذي عرف بتخفيف الياء السبكي وتسهيل الهمزة بقاها وتسكين الذال اللذ لغة في الذي. أي اختار الإمام تقي الدين السبكي في تفسيره المسمى بالضر النظيم في تفسير القرآن العظيم، ويقال بأنه الغالب أنه لم يتمه، وهو كثير من الكتب لم يتمها الإمام تقي الدين السبكي، منها الإبهاج الذي أتمه ابنه، كان يبدأ الكتاب وتصرف عنه الصوارف لأنه ربما كان مشغولا لأنه كان قاضي القضاة. فهذا عنده كتاب سميته الضر النظيم في تفسير القرآن العظيم. أي اختار الإمام تقي الدين السبكي في تفسيره المسمى بالضر النظيم من هذا الاختلاف القول ببقائها الذي عهد سابقا، لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعيمها أو تعذيبها فيه، والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه، فالدليل على بقائها الاستصحاب وهو قطعي. فتكون من المستثنى بقوله تعالى إلا ما شاء الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. المتشابه الفقهيك المتشابه فزع وصعق. وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحق، وإنما خصه المصنف بالذكر لتبحره في الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول. وسبحان الله السبكي عندما تقرأ له يعني جملتان صفحة فيها علم غزير سبحان الله. وأنا كنت دائما أتعجب من علم الشيخ الكوثري رحمه الله، فإذا يعني اكتشفت على أنه قرأ كتب تقي الدين السبكي. هذا إمام عظيم، وكتبه يعني التي بقي ما ليست كثيرة، لكنه كلامه سبحان الله. ولذلك العلماء قال لك وما إنما خصه المصنف بالذكر لتبحره، وإن بمعنى أن هذا مذهب كثير من العلماء عامة الأشاعرة عامة، لكن خص السبكي بالذات قال لك لتبحره في الفنون حتى أحاط بالمعقول والمنقول. هذا ما يتعلق بقول الناظم: وفي النفس لدى النفخ اختلف واستظهر السبكي بقاها الذي عرف. ثم قال: عجب الذنب، بتسكين أيضا الباء، عجب الذنب كالروح. يختلف الذنب، هذا واحد العظم تيكون في آخر السلسول ديال الظهر، هذا اختلف هل يفنى أم لا يفنى. عجب الذنب كالروح لكن صحح، هذيك فاء الإطلاق، هذيك ألف الإطلاق، لكن صحح المزني للبلا
أي صحح أنها تبلى ووضح. وهذا المزني ده إسماعيل بن يحيى المزني ده إمام، هذا من أصحاب الشافعي، من رواة الشافعي الجديد، لأن الشافعي عنده مذهبان كما تعلمون، ماشي كما لا تعلمون، كما تعلمون. مذهب قبل أن يأتي إلى مصر ويسمى المذهب القديم، والمذهب الجديد هو الذي ثبت عليه بمصر وأضاف إليه أشياء أخرى كاسم المذهب الجديد. في القديم ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر وراجع عنه بعد دخوله مصر. كاين الرواة ديال القديم أي الذين كانوا مع الشافعي بالعراق ومكة، مثل الإمام محمد بن حنبل رحمه الله، أبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وكان الرواة الجديد منهم هذا المزني. وهذا المزني من كتبه اختصر كتب الأم، كتب الشافعي اختصرها واسمه عنده مختصر المزني، راه موجود ضمن كتب الأم. هذا المختصر هو أصل المذهب الشافعي، لأن الشافعية وجدوا كتب الأم طويلة، والمزني مادام أنه اختصرها يعني بمعنى ترك المعاد وترك أيضا الأدلة المعادة، فهذا المختصر هو الذي اعتمده الشافعية. وهذا هذا الأمر هذا نفسه كما أقول للطلبة دائما يعني يفند تلك الكذبة التي تقول بأن السلف كان يعني فقههم قليل وكانوا والفقه وبعد ذلك يعني الفقه تفرعا وأصبح معقدا وكذا. هؤلاء الشافعية كتب الأم فيها مجلدات، وهذا الإمام الشافعي من السلف، والمدونة أيضا هي مجلدات. فهذا الإمام المزني كتاب مختصره هو الذي كان أصل المذهب الشافعي، لأن من الذين شرحوه الجويني، أو أهم من شرحه الجويني في نهاية المطلب ونهاية المطلب المطبوع. فجاء الغزالي فاختصر هذا الشرح. ولماذا هو نهاية المطلب؟ وقيمته هو أنه جمع بين الطريقتين، لأن الشافعية عندهم طريقتان، الخراسانيين والعراقيين، فهو جمع وحد المذهب في نهاية المطلب. فأصبح هو مصحف المذهب كما يسمى. فجاء الغزالي فاختصره في 3 كتب، الكتاب الثالث هو الوجيز. وجاء الرافعي فبنى كتابه المحرر على الوجيز. فجاء النووي فاختصر الوجيز في منهاج الطالبين، فدار الجهود الشافعية على منهاج الطالبين. إذن هذا المزني قيمته كبيرة في المذهب الشافعي. هذا المزني صحح البلا، أنه يبلى. إذن شوفوا ماذا يقول الشارح، اصبر معنا شوية. قوله عجب الذنب كالروح، العجب بفتح العين وسكون الجيم وآخره باء موحدة وقد تبدل ميما عجم. وإضافته للذنب عجب الذنب من إضافة المماثل لمماثله، فقولهم عجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب اللي هو الذيل، وهو عظم كالخردلة في آخر سلسلة الظهر في العصعص، مختص بالإنسان كمغرز الذنب للدابة، وهو بكسر الراء مغرز من باب ضرب. وتشبيهه بالروح في جريان الاختلاف في الفناء على قولين، هذا هو مع تشبيه الروح. أي كالروح معناه أي في الخلاف
والمشهور منهما أنه لا يفنى أيضا، لكن بقيد وقت النفخ، وإن كان الخلاف في المشبه به مقيدا به كما صرح به المصنف في قوله وفي فان النفس لدى النفخ اختلف. بغى يقول هنا على أن العلماء اختلفوا في عجب الذنب بعد الموت، هل يبقى أم لا يبقى؟ هذا ماشي الروح اختلفوا فيها بعد النفخة، أما عجب الذنب اختلفوا فيه أيضا بعد موت الشخص. هذا هو معنى. لكن صحح المزني البلاء، أو صحح للبلاء، أي لكن صحح الإمام إسماعيل بن يحيى المزني، وهو منسوب لمزينة اسم قبيلة، القول، أي صحح القول بأن عجب الذنب يبلى ويفنى تمسكا بظاهر قوله تعالى كل من عليها فان، وفناء الكل يستلزم فناء الجزء. قوله ووضح أي بين صحة ما ذهب إليه، ووافقه ابن قتيبة وقال إنه آخر ما يبلى من الميت. والأقوى في النظر أنه لا يبلى، وهذا القوة منين جات؟ هذا الأقوى منين جاء؟ لحديث الصحيحين. ويمكن تعرفوا بأن الكذبة ديال أيضا أن العلماء لا يستدلون بأخبار الآحاد في العقائد، لا يستدلون في أخبار الآحاد في العقائد. ولكن ما هي العقائد التي يستدلون بها؟ العقائد التي لا يضر المسلم جهلها، لأن العقيدة خص المسلم عليه أن يعرف العقيدة. كان هناك فروع، يعني سواء المسلم عرف أم لم يعرفها فعقيدته لا تمس. العقائد الكبرى التي يجب أن يعرفها كل مسلم هذه لا تحتاج إلى خبر أحد، لأن خبر الأحد كما يقول الشافعي هو خبر الخاصة، معنى تبع الصحابة ما كانوش كيعرفوه. فكيف تكون العقيدة التي يحتاج إليها المسلم وتكون خبر أحد؟ فالعقيدة التي بها يلقى الإنسان الله هذه القرآن بينها بيانا واضحا. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذه الأمور الكبيرة هذه ما تحتاج إلى ولكن عندما تقول بأنها حديث صحيح وتقول بأن إذا لم تكن تعرفه وإذا لم تعتقده فعقيدتك غير صحيحة، هذا هو أن هذا مش الفقه. الفقه هو في الظنون، ولكن العقيدة فيها لا تمكن القطع. العقيدة لابد أن يكون فيها القطع، ولكن فروع العقيدة العلماء تكتشف. قال والأقوى في النظر أنه لا يبلى، لحديث الصحيحين ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق الخلق يوم القيامة. ولحديث مسلم كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. إذن العلماء رجحوا وقووا القول بالذي يقول إنه لا يفنى للأحاديث الصحيحة في ذلك. وفي حديث آخر إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا. واختلف هل بقاؤه تعبدي أو معلل. مثلا تعبدي معنى هكذا قال الله سبحانه وتعالى، ولا يعني في مقابل التعبد هو التعليل. والأرجح أنه تعبدي لضعف ما علل به القائل بأنه معلل، فإنه علله بجواز كونه جعل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على إحياء كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا. ووجه ضعفه أن الملائكة لا يخفى عليهم هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بذلك، مع أنهم يعيدون كل إنسان بجواهره بأمر الله، على أنه يجوز اللبس فيه نفسه. هذا معنى قول الناظم عجب الذنب كالروح لكن صحح المزني للبلاء ووضح. ثم قال وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فاطلب لما قد لخصوا. قوله
كل شيء هالك قد خصصوا عمومه. لما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح، أشار المصنف إلى الجواب عما يرد عليه كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إذ مقتضاه أن كل ما سواه تعالى محكوم عليه بالهلاك. وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها. واسمعوا، ها هو الاستدلال بالأحاديث. وحاصل الجواب أن العلماء قصروا عموم ذلك كل شيء هالك إلا وجهه على غير الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها كالروح وعجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء والعرش والكرسي والجنة والنار والحور العين ونحو ذلك. وقد نظم الجلال السيوطي 8 منها بقوله 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وعلى هذا فتكون الآية من قبيل العام المخصوص. والعام لفظ يستغرق الصالح له، هذا هو تعريف العموم بغير حصر، والتخصيص قصر العام على بعض أفراده. وهذا الجواب لجماعة كابن عباس رضي الله عنهما. وذهب محقق المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيص، قالوا ومعنى هالكون أي قابل للهلاك، إذن كتدخل الروح وكيدخل عجب الذنب، كما هو معنى فان أيضا. وقوله فاطلب لما قد لخصوا أي فتوجه لما قد لخصه العلماء من الأمور التي وردت الأحاديث باستثنائها، وقد تقدم بيانها ولخصها أيضا أو نظمها الإمام جلال الدين السيوطي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.